بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا اكتشفنا انه في فيروس منتشر على الايفون. طبعا مصدر هالفيروس اغلب السورسات العربية المستخدمة لنظام الكراكات بالادوات. طبعا اشكر اخوي احمد فريق ديف تايم وفريق الديف العربي اي ديف تي. طبعا هالاداة نحملها عشان نحذف ملف التجسس. راح تكون تحميل الاداة عن طريق السورس الواضح قدامكم. اوكي، نتجه مباشرة للستيديا. من الستيديا راح نتجه مباشرة للمانج سورس ادد وراح نضيف السورس الخاص بالفريق. هذا السورس ادد سورس. ننتظر ثواني لين يضاف معنا السورس. طبعا اخوي احمد منوه قبل شوي عن مشكلة انه اذا حملت الباتش عشان تتأكد من الملف وطلع موجود عندك. طبعا هذا السورس الخاص بالفريق. هذا لحذف ملف التجسس واضح معاكم. راح نختار تثبيت كونفرم. أهم شي إنه ما يطلب منا ريسبينج للجهاز. لو طلب ريسبينج راح أتخطى الريسبينج. لو طلب ريسبينج للجهاز أنا ما راح أعمله. أوكي، راح أرجع لتغريدة أحمد. لا ما راح أستخدم. نرجع لتويتر. نرجع لتغريدة أحمد. تغريدات. يقولك بعد تحميلك للأداة وقمت بعمل ريسبينج. بعد الريسبينج إذا ظهرت كلمة warning يجب عليك تغيير كلمة المرور لحساب الأب ستور فورا. يعني لو عملت ريسبينج طلعت لك الكلمة هذه معناته لازم تغير كلمة المرور للحساب تبعك فورا. أشكر أخوي أحمد وأتمنى أن الشرح واضح. وأنا راح أعمل ريسبينج حاليا لجهازي بيوقف معي الشرح. أخوكم لحن الأماني الهزاز.